الحمد لله ان احنا خرجنا من الجوله الصعبه دي، الجوله الرخمه دي اللي كان متوقع منها كده من قبل ما تبتدي، عشان نبقى واضحين مع بعض يا جماعه. جوله حرفيا اللي هي كلين شيت. تخيلوا يا جماعه 10 مباريات يطلع ماتش واحد كلين شيت بس، واللي استفادوا منه اللي هو في الماتش بتاع بورنموث ونيوكاسل، غير كده كل الكلين ضاع. فهي الموضوع كان غريب جدا في الجوله دي، بس الحمد لله انا قدرت يعني اجيب نقط كويسه جدا واعلى في الترتيب العالمي في ظل الظروف الصعبه اللي احنا عدينا بيها دي. بس تعالوا بقى نخش اكتر في تفاصيل الحلقه، واوريك التشكيله الجميله اللي انا عملتها وفكرت ازاي، وايه التغييرات اللي انا بفكر فيها اصلا ان انا اعملها، ونظبط مع بعضينا. يلا بينا يا حبايب قلبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وعشاق ومتابعي فانتازيا الدوري الإنجليزي. أهلا بكم في حلقة جديدة مع أخوكم محمود الشيكس، يعني مجنون فانتازيا. عاملين إيه الأخبار؟ الحمد لله زي ما قلت لكم كده في بداية الفيديو إن أنا فعلا قدرت أحقق نقط كويسة في جولة صعبة جدا زي دي، ويعني الحمد لله ده برضه عشان الوايلد كارد اللي انا عملته لازم يكمل، لان مش هعمل وايلد كارد وبعد كده هو ينجح في اولها وبعد كده يفضل يفشل، دي حاجه مش لذيذه يعني. فالواحد برضه بيبص قدام، والحمد لله ان النتيجه فعلا ماشيه صح. انا جبت 58 نقطه في الجوله دي، وكان عندي سوء حظ غريب يعني على حاجات بسيطه اوريها لكم في التشكيله. كنت برضه هجيب ارقام حلوه زي الجوله اللي فاتت بفان دايك اللي كان 14 نقطه على الدكه عندي. دلوقتي هنزل لكم التشكيله بتاعتي واوريكم يعني ايه اللي بيحصل فيها. والحمد لله كان مركزي 1,900,000 زي ما قلت لكم الجوله اللي فاتت. انا دلوقتي بقيت المليون، نزلت 900,000 مركز، والحمد لله ماشيين في الطريق اهو، ربنا يسهل والدنيا تبقى احسن من كده. دلوقتي هحط لكم التشكيله ونشوف مع بعض الدنيا في ايه. بس قبل ما احط التشكيله في حاجه صغيره عايز اقولها. انا على فكره عامل جوائز للدوري، الناس اللي هتخش معايا، اي حد هيخش معايا الليج بتاعي انا عامل جوائز. يعني ايه هي حاجه يعني ايه قيمتها ممكن ما تبقاش عاليه، بس حاجه رمزيه كده عشان الناس تفرح، واللي على الاول والثاني. يعني انا كنت عامل ان انا هجيب للاول تقريبا يا شوز كويس نظيف يعني بتاع كوره، يا اما مثلا لو عايز تيشيرت اوريجينال لفريق بيحبه. دي حاجه مبدئيا كده، وهي حاجه رمزيه بس ان شاء الله تعجبكم. بس عشان نحفز بعض كده عشان الناس تطلع ويبقى في حماس في الليج يعني اللي انا عامله. والتاني لسه برضه بنجهز له جوائز والكلام ده، يعني الناس اللي موجوده معايا هي اللي هتشوفه بالفعل. وان شاء الله في اخر الدوري او anyway في الوقت اللي هيستلموا فيه الحاجه دي اكيد انا هبقى اعملها لايف عشان الناس تبقى فاهمه برضه المصداقيه، ان انا مش محتاج ان انا اضحك على حد. يعني هي الفكره كلها ان انا عايز احمس الناس والدنيا تخش ويبقى في مجال للنقاش والحوار في اللعبه. معلش لو طولت عليكم في النقطه دي، بس كانت مهمه قوي بالنسبه لي. نخش بقى في الفريق بتاعي. انا اول عندي حاجه طبعا البرنس لينو جايب لي نقطه، بس هو مش ذنبه خالص. هو يعني الله يسامحه كينج جيشوا كينج غلط غلطه غريبه جدا قدام الجون، دخل في جون وخلص الموضوع. تقريبا خد انذار في اخر الماتش، بس الفكره ان هو من غير كده كان الماتش خلص 3-1، فكان هيبقى فيه كلين طبيعي جدا. فطبعا دي غلطه دفاعيه، دي حاجه مش بتاعتنا، انما لو كلين من غير الغلطه كان هيجي. فدي برضه سوء حظ غريب جدا ان الكلين يضيع مش بكوره، لا دي ضاعت كده، فاهم. والحمد لله عندي الدفاع برضه مش مروق عليا. يعني عندي جودمونسون زي ما انا قلت لكم يا جماعه، اللعيب ده كويس جدا جدا في النقط بتاع الديفنس. اهو الفريق خسر وكسب، هو ملوش فيه. الكلين راح ما راحش، هو بياخد النقط وجايب له 4 نقط، وانا بصراحه مبسوط بيهم جدا في جوله زي دي. مارك جويهي هو اللي فرق معايا، وده برضه اختياري مع ان مليوز كان احسن منه دايما، كل الناس بترشحه، بس انا بصراحه اخترت مارك جويهي. وسبحان الله هو زي ما تقول بيكافئني على ان انا اخترته. يعني اول الجوله اللي فاتت عمل حاجه، والجوله دي برضه اهو جايب لي 7 نقط في جوله صعبه، والكلين كمان رايح، فحاجه جميله جدا. عمل اسيست وبتاع والدنيا حلوه. وطبعا فان دي فين المتخاذل، لان هو الماتش ده انا شفته كان وحش قوي قوي. سيبك من الدفاع راح ولا لا، بس انا يا جماعه قلت لكم ما تحطوش 2 من دفاع توتنهام، وده اللي انا قلته في الحلقه اللي قبلها لو الناس بتركز، لان برايتون فريق مش معروف. في الاخر اللي حط 2 زعل بجد، الا بقى لو في حد عنده مثلا روميرو هيعوضه مثلا بالنقط الدفاعيه، بس في الاخر انت زعلان. فان دي فين يا جماعه حلو جدا، بس في مشكله بالنسبه لي. هي ايه؟ ان الراجل ده ما بيلعبش على النقط الدفاعيه. يعني في كلين هيطلع لك بكلين، يا اما يجيب لك جون وخلاص فينبسطك زي الجوله اللي فاتت معانا. انما مثلا الكلين راح هو ما بياخدش نقط دفاعيه وبتاع، فهي دي عيبه بالنسبه لي. بس كتوتال دفاع توتنهام هو مش وحش بالسعر ده في وسطهم يعني. وطبعا البرنس اللي نرفع له سلام وتحيه زي
الاسبوع اللي فات جاب 4 نقط وكنت راضي، بس كنت بنصح الناس كلهم بيه انه يجيبوه لان هو جميل جدا. هو سينسي اللي جاب لي كلين شيت بنقط الدفاع بنقطه بونص، يعني مش عارف خيره ده وديه فين والله. حاجه جميله جدا يعني. الحمد لله جاب لي 9 نقط، كانت جميله قوي في الجوله دي. يعني انا الدفاع تقريبا ما خذلنيش في الجوله دي غير فان دي فين ولينو، مش يعني غصب عنه. نص الملعب انا كنت بقى زي ما انا قلت لكم، انا بلعب بالطريقه اللي هي انا عايز دفاع اكتر عشان الدفاع اللي بيجيب نقط، والحمد لله الدنيا ماشيه شويه في الموضوع ده على الرغم من الكيلات اللي ضاعت، بس برضه استفدت. نص ملعب صلاح انا مش عارف هو فيه ايه، بس هو غير محظوظ بالمره يا جماعه. الراجل ده كان لازم يجيب اكتر من كده. انا اتفرجت على الماتش مش طبيعي، وكان عامل شغل عالي جدا، بس هو مش ربنا ما وفقوش. فده بقى انا كنت راضي جدا بالاسيست اللي هو عامله، سبحان الله ما اعرفش ليه، مع ان قيمته ما تديش كده، بس هو عشان عمل كتير وما كانش فيه توفيق. سيمينيو زي ما احنا قلنا هو اهو مع طبعا الحاجه المشهوره دايما اللي هي يا جماعه لما كل الناس بتروح تشتري لعيب واحد غالبا اللعيب ده بيبلانك تاني جوله، ده حقيقه. فهو كان الموست ترانسفير في الجوله اللي فاتت، فهو الناس كلها راحت اشتريته، فعادي. هو برضه في الاخر ما زعلش الناس، جاب لهم برضه نقطتين الدفاع مع كلين شيت، فجاب 5 نقط والله انا شايفهم كويسين جدا يعني. يعني هو الراجل مش لازم كل ماتش يجيب لك 13 و10، اللي هو الرينج اللي ماشي فيه ده كويس قوي. في اخر الموسم هتلاقيه جايب نقط زي صلاح تقريبا. وسبريتش ايزي اللي انا براهن عليه، واللي ما اعرفش ليه النيله بتاعهم ده مصمم ان هو يعني هو بيتفزلك ليه؟ هو بيتفزلك ليه؟ عندك لعيب ممكن يبقى في باص، ممكن يجيب لك جول، ممكن يعمل لك حاجه، ليه سايبه بره؟ فالفزلكه دي جت على دماغه في الاخر، وفعلا اللي حلله الازمه في الاخر هو ايزي لما نزله الشوط الثاني، هو اللي عمل الاسيست الجميل اللي جاب بالجون. وانا برضه مبسوط بالاربع نقط بتوعه، لان انا نظريتي تحقق. هو لو سابوا 90 دقيقه في الملعب ده هيجيب اكتر من كده بكتير بجد. فعادي انا مقتنع بيه وماشي معاه مفيش مشكله، بس هو بس المعلم يفك دماغه كده. وطبعا ماتيتا اخيرا حط الشورت جوه البنطلون وشد الرحال وجاب لنا جون بالحب، جاب جون كده ومشي الحال والحمد لله زي الفل، احنا راضيين والله. ما هنعمل ايه؟ ما هو انا كنت اصلا بفكر ابيعه فمصلح، والسفاح زي ما هو على موقفه وبيثبت للناس ان هو تقريبا بقى ينفع يبقى كابتنه لكل جوله تحت اي ظرف وعند اي ماتش، لان هو بصراحه جميل قوي وشغال وحلو، جاب لي 9 نقط. وجو بيدرو متخاذل طبعا، بس هو مش ذنبه. هو طبعا طرد الجون في اول ماتش بهدل الدنيا وطلع ناس كتيره، فانا برضه مش زعلان منه خالص يعني. بقول متخاذل بس كده ايه في الماتش ده بس كده، انما في العموم هو جميل ما فيهوش اي مشاكل. بس وطبعا زي ما انت شايف فن اختيار الدكه، عندي صفار وحاجات ما عدا بس دوبرافكا كنت نفسي العبه مكان لينو، بس لا الموضوع مش سهل يعني. وهي دي التشكيله بتاعتي، جابت لي نقط وانا مبسوط بيها جدا. وهوريك التشكيله اللي هلعب بيها الاسبوع الجاي، هتنزل لك دلوقتي. برضو هلعب ب3 4 3 ويعني هظبط الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله تبقى برضه جوله جميله. انا بفكر بس ان انا عايز اعمل ترانسفير، يعني انا بفكر عايز اطلع امشي توسون بتاع تشيلسي، لانه اصلا تقريبا حتى الماتش اللي فات هو ما كانش نازل يا جماعه، لما حصل الطرد هو نزلوه، فقال يبقى دكه. فانا بفكر امشيه واجيب اديرسون بتاع فولهام عشان اللعيب ده برضه فظيع فظيع فظيع. بس هي المشكله ان ماتشاته صعبه قوي الماتشات الجايه، فبرضه القرار ايه انا محتار فيه. يا اما بفكر اروح لدفاع تاني من بورنموث، يعني اللي هو ترافورد ده تقريبا او مش عارف اسمه ايه، ده برضه جميل وكان وجايب 9 نقط برضه الجوله دي بالنسبه للتغيير اللي عندي. وبفكر في النص انا عايز يعني انزل من لعيب عشان عايز ارفع من النص شويه، يعني انا عايز ارفع من النص شويه، عايز مثلا اغير ديسبري هول بقدوس، بس مش عارف اجيبها ازاي، لان قدوس لازم يخش التشكيله يا جماعه. في ناس كتير قالت ان قدوس يطلع بره التشكيله، وانا بقول لك لا، قدوس لازم يبقى في التشكيله، هو اخطر واحد في توتنهام. فاللي عنده سيبه، محدش يفكر يبيعه، صدقني ده هيجيب لك نقط على المدى البعيد هتنبسط منه. بس وهي كانت الحلقه خفيفه كده، بس كنت طالع فرحان وعايز اقول لكم ان الحمد لله انا جبت برضه يعني السهم بتاعي اخضر والدنيا جميله. وان شاء الله هنزل لكم بحلقه توقعات المباريات ونصائح الجوله قبل ما الجوله الثانيه تبتدي، وهجيب لكم حاجه مفيده وان شاء الله افيدكم. يا رب الناس بس ايه تتابعني وتتفرج على الفيديو للاخر، وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك ودعمني عشان احس بس ان انا ايه لما بطلع كده الناس عايزه تشوفني. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.